الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة يا ولا ليال ما أنت وحن كهضلينا الصحابي قال له أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي اسمه عيسى رسمي وحل إلها عبد الرحمن ابن الصخر الدوسي حلقي جاهلي وحل له يقيني عبد الشمسي أي له يقيني لكن مركو إسلامي الصحابي قال لها أبي هريرة رضي الله عنه أي النبي وحي بحشي عبد الرحمن ابن الصخر الدوسي وحنا كذا الشيء قبيلة أصل له دوس أيوة كذا شيء وحالقنا نسجري أبي هريرة arrintaasina waxay ku timiday Abi Hurayra loo baxshay waxay ku timiday arrinkaasi wuxuu ilaali jiray ari ayuu reerkiisa u ilaali jiray asigoo yar وكان لديه هرة صغيرة وحنا يسجري بالصد ير أيوه يسجري يضعها في الليل بالشجر هبين كمركل لجارو وحو دقي جري أماو يعني هاستة أو دقي جري جيت ويأخذها في النهار معه ما لنتنا وقاعد جري أبو هريرة رضي الله عنه ويلاعبها وهو يرعى الغنم ونكو عياري جري والله عياري جري بصده أسيقو إلالينا يو أريقا فكن لذلك بأبي هريرة سيدا أصدرت هذا يا الله مقع دري مقع أبي هريرة ولو رجع يدو مركاسي بصدي مقعيدي أي الله مقع دري وحال دهي أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه وحو صوق علي إسلامك سندي التضبات هجرية مركي النبي عليه الصلاة والسلام أو كهاجري مقالة مكة المكرمة أو هاجري مدينة المنورة سند كي حلقاس مركي لغسو حسابيه سند كي التضبات أيو إسلام كسوق علي مركي أو يري النبي عليه الصلاة والسلام هو دري من الله جرى الطفيل ابن عمرو الدوسي وقبيلة أبي هريرة كذا شيء أي السبب وهاي إنه سو إسلامه أبي هريرة رضي الله عنه سيدا أصدرت مركو سو إسلام أي وكان عمره أن ذاك 28 عاما وهو حلقه سو إسلام أي وحو جري سداد 8 سنة طفيل بن عمرو الدوسي أي وحو كعصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو على قبيلته دوس إنه أدعيه قبيلته الدوس بسبب عدم إسلام أحد منهم أرمت أصنوحا السبب أيوري طفيل بن عمرو الدوسي قبيلته الدوسة أي وحان كسو إسلام روح كمذا النبي عليه الصلاة والسلام أصدقوا هذا الكي تحرع عايه طفيل بن عمرو الدوسي أيوه النبي أدعي اللهم اهدي دوسا وأتي بهم وحور النبي عليه الصلاة والسلام الله هرون الدوس لما أنتم أيقوا إسلام أيكان أيوه النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة وحو عام كبحي أو عام يعني كل نقضي رواية حديثك أيوه أدو بناي النبي عليه الصلاة والسلام أيوه أدو أروري أحاديثته دور سنة وحنا أرنت السبب وهاي النبي عليه الصلاة والسلام أيوه صاحب لا هاي سفرا ومقيما مركو نبي سعدال قلايه يمركو النبي عليه الصلاة والسلام أوجه قريسه ولم يفارقه خلالها أبدا دور كاس سنة النبي وبلغ مدة سوحي هذه 6 سنة النبي موقوفا فاروقين أبو هريرة رضي الله عنه وكان من أحفظ الصحابة للأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا هي أبو هريرة صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام منك أقوى أغنط بدنه حق أحاديثته معلم علمها كمدة أيو نفتي سوحو كشيكي أبو هريرة وحور ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو بن عاص معلم علمها كمدة أيو أبو هريرة وحوري أحد إيقا أقوم بدن أما إيقا حفظ بدن أما إيقا قواشب بدن حديث كرسولك مجري أيوري إلا أنك له جري عبد الله بن عمرو بن عاص معنا وحور كسبب فإنه كان يكتب ولا أكتب وحور عبد الله بن عمرو بن عاص أحاديث رسولك عليه الصلاة والسلام وهو هايبوري إنه قرأيه نبي بركة والنبي كما قال عليه الصلاة والسلام لكن أنا ما قري جرين أيوري أبو هريرة سيدا أصدرت هل كاس صحابي أو كريئة أياك أقوم بناي أبو هريرة رضي الله عنه حديث كأو حفظيي أو نبي عليه الصلاة والسلام حديث كأو حفظيي وحاول ديراه أبو هريرة رضي الله عنه كان حافظا للقرآن قرآنك ضدك حفظيي أيو كمذا هاي
وحنا لو ترجري ويعد من القراء المشهورين الذين حفظوا القرآن وعلموه لغيرهم من التابعين وحنا لو ترجري ددك قراء ذا oo quraanka aad u akhriyo oo caanka ku baxay ayuu kamid ahay Abu Hurayra kuwaas oo quraanka xifdiyeen dadkana bari jireen Abu Hurayra markaa wuxuu caam ku baxay bi khuluqihi al-hasan tabiicad wanaagsan oo dabacsan ayuu aad ugu caan baxay iyo tawaaduciisa dadka kibirka badan oo isla weyn ma uusan ahayn Abu Hurayra radiyallahu anhu wuxuu kala ahay deeqsi sidaas darteed wuxuu aad u jeclaa jiray nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ahlu beedka rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu ka qayb galay Abu Hurayra nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam duulaamadii uu qaaday ayuu ka qayb galay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam asigoo markaasi in badan oo rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam la socday wuxuu kala qayb qaatay khulafaa ar-raashidiin Abu Bakr iyo Umar iyo Uthman ayuu maaragtay kala qayb qaatay waxa kale sidaas darteed kama sharaka fi al-fath al-islami li bilad al-faris waxa kale ka qayb qaatay furudii islaamka dhulka Faris dhulkan Iran dhulkaas furudii la furtay oo islaamka uu furtana uu ka qayb qaatay xilligii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu saxaabigan aan caawa ka sheekayno ayaa waxa uu geeriyooday sanadii 57 ee hijriga wuxuuna ku geeriyooday Madiinatul Munawwara wuxuuna xilligaas jiray saxaabigan aan ka sheekayno caawa taariikh nololeedkiisa 78 sano ayuu jiray halkaas ayaan ku soo gabagabaynaa taariikhdii oo lahay Abu Hurayra radiyallahu anhu wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh